مصدر من الأهلي: أمير توفيق بدأ يتحرك من الآن من أجل حسم التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن هناك تحركات الآن من جانب أمير توفيق مع وكيل أعمال موليكا ومع موليكا، وذلك من أجل الاتفاق على الانضمام للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة. أمير توفيق في حديثه مع وكيل اللاعب ومع اللاعب نفسه أكد لهم على أن النادي الأهلي ما زال مستمر في رغبته في ضم المهاجم الكونغولي في الانتقالات الصيفية القادمة بعد فشل أمير توفيق في حسم الصفقة في يناير الماضي وإقناع نادي بشكتاش بالعرض المالي اللي كان الأهلي مقدمه. أمير توفيق أبلغ وكيل اللاعب واللاعب بأن الأهلي ما زال لديه الرغبة الأكيدة في حسم الصفقة في الصيف، وموليكا أيضا أبلغ أمير توفيق عن طريق وكيله بأنه ما زال يرغب في ارتداء الفانيلا الحمراء في الموسم الجديد، خاصة إذا فاز الأهلي بأفريقيا ويلعب مجددا في كأس العالم للأندية.